دي تجربة لحد من المتابعين على تيك توك، معاه عربية ميتسوبيشي باجيرو ماشية 230,000. فجأة لاحظ إن سحب العربية ضعيف واستهلاك البنزين عالي جدا، فراح لفني يكشف عليها. وطبعا كعادة أي فني غير فلتر هواء، فلتر بنزين، بوجيهات، نظف البوابة، ادفع فلوس، اطلع جرب. العيب هو لما رجع له تاني قال له بس نكشف على علبة البيئة، وفعلا طلعت هي المشكلة. والفني الحمد لله طلع محترم وما قالوش شيلها، قال له روح لحد متخصص ينظفها لك. لحد هنا والدنيا تمام. هو ما يعرفش حد متخصص، راح رايح لفني تاني، للاسف استغله وفضل فحم اللي جواها. هو اللي جواها ده مش فحم بس، هو ماده غاليه وبتتباع بفلوس كتير، واغلب الناس اللي ما عندهاش ضمير بتقنعك انك تفضيها عشان هم ياخدوها ويبيعوها ويكسبوا منها، وساعات ممكن يسرقوها من عربيتك وانت مش عارف. اي نعم، هو حل انك تفضي العلبه بيبقى مناسب في بعض الحالات، لان سعر تغييرها غالي جدا وبتبقى وصلت لمرحله خلاص ما ينفعش معاها التنظيف. المهم انه فضاها، وبعدها اكتشف ان عربيته كانت بتطلع دخان كثيف جدا وهي ماشيه، وطلع السبب انها بتاكل زيت. وده طبعا مش بسبب علبه البيئه اللي اتشالت، لكن لما علبه البيئه اتشالت الدخان بدا يظهر ويبان، وبدا يعرف ان عنده تاكل زيت زياده. وده اصلا السبب الرئيسي اللي خلى علبه البيئه تتكتم وتبوظ. عشان كده قلت لك قبل كده لو عندك نقص زيت او تآكل في الزيت لازم تحله في اسرع وقت، عشان نواتج احتراق الزيت دي هتخرج مع العادم وتترسب على علبة البيئة وتسدها وتبوظها زي ما حصل مع الراجل ده بالظبط، وهتبقى للاسف خسرتها لان سعر تغييرها غالي جدا. وكمان لو بتستخدم زيت مواصفته مختلفة عن مواصفة العربية الاصلية ده برضو هيبوظ علبة البيئة. ويفضل كمان لو عربيتك سليمة وعلبة البيئة بتاعتها سليمة تكشف عليها كل فترة عند حد متخصص بكاميرا اندوسكوب. دي كاميرا منظار صغيرة بتخش في الشكمان من مكان صغير زي مكان حساس الشكمان مثلا، وتقدر تكشف بيها كويس على علبة البيئة من غير ما تفكها من مكانها. ولو رحت لحد ايا كان هو مين وقال لك هنفضي علبة البيئة ما تعملش كده ابدا، الا لو كانت فعلا بايظة وجايبة اخرها وهو وريها لك وشكلها طلع زي الصور دي بالظبط، ساعتها فضيها وبيع المصافي اللي جواها. ولو هو قالك هفضيها لك ومش هاخد منك فلوس فهو عامل حسابه انه هياخد الكسر اللي جوه ده هو ويبيعه ويكسب منه اضعاف المصنعيه اللي هياخدها منك. فنصيحه لوجه الله، استخدم الزيت المناسب لعربيتك الاول وغيره في ميعاده، ولو عندك تآكل في الزيت اعرف سببه وصلحه عشان ما تدخلش نفسك في متاهات.